قبل اي حاجه تطلب لنا 2 كبده بدل اللي ما عرفناش ناكلهم بسبب الهانم. يا عم اطلب كل اللي نفسك فيه، الحساب النهارده عند خالد بيه. وانت ما تدفعش ليه ان شاء الله؟ واحد زيك يعني بيشتغل في 3 اماكن مختلفه وبتقبض 3 مرتبات. اعوذ بالله اعوذ بالله، ما هو انا عارف ان انا مش هسلم من قرك، اعوذ بالله. انا بجد مش مصدقاك. انت ازاي تشتغل في جورنال مستقل وجورنال معارض واخر الليل تشتغل في جريده قوميه؟ يعني عايز يزود دخله. انت مش فاهم يا خالد، دي سياسه ودي سياسه تانية خالص. يعني ما ينفعش الواحد يروح يشتغل في جورنال الصبح يشتم في الحكومه وبعد الظهر يروح جورنال تاني يطبل الحكومه ويسقف لها. انت ما عندكش مبدأ. انا ما عنديش مبدأ؟ ايوه انت اللي مش فاهمه حاجه. اولا انا بتمرن، ثانيا انا بروح ارسم لهم الكاريكاتير واكتب لهم التعليق الساخر عليه واسيبه لهم واخد فلوسي وامشي. انت مش متصالح مع نفسك يا خالد، ومش عارف انت عاوز ايه من الدنيا. ابيض ولا اسود؟ رسم ولا كتابه؟ اطبل للحكومه واسقف لها ولا اشتم فيها؟ مشتت نفسك في مليون حاجه ومش هتنجح في ولا حاجه. يعني انت شايفه كده؟ ايوه. انت شايفه كده؟ ايوه. وانت شايف ان احنا نجيب 3 كبده اسكندراني و3 فخفخينه ونفض الاشكال ده ولا ايه؟ يا مات. الو. الو. ايوه طلعت، انت فين؟ انا مش شايفاك يا ابني. يا بنت انت اللي فين؟ اهو شفتك اهو شفتك. اقفلي. ايه يا دودو في ايه؟ مش هبطل الجنان اللي انت فيه ده. اصل انا بصراحه مش طايقه البت اللي اسمها سهام دي، خلاص مش طايقاها. وبعدين انا بقى معايا فلوس كتير، اقعد في المكان اللي يعجبني يعني. يعني انت عايزاني اشوف لك شقه وقتي؟ انا عايزه اقعد لوحدي بصراحه. ما هو برضه انت مش هينفع تقعدي مع خالد. بصي، في واحد سمسار صاحبي واد مجدع قوي، ممكن نهبق عليه دلوقتي هيظبطنا. تمام. انت منه لله الدكتور اللي حاسبك على صنف الستات. يا سلام، ماشي يا طلع. بهزر يا دودو والله. تاكس تاكس تاكس. يلا يا اخويا. الواد له ايه مش باين ليه؟ احسن يا شيخ ما تفتكر لنا حاجه عدله. انت لسه قافشه عليه؟ وهفضل كده على طول، ولساني كمان عمره ما هيخاطب لسانه. ومن فضلك لو سمحت ما تفرضوش علينا، فاهم؟ بالظبط كده. خالد، السلام عليكم. عليكم السلام. هو ماجد ما جاش ولا ايه؟ هو ماجد فاضلنا؟ ده زمانه طاير، زمانه بيغرد مع العصافير. بقول لك ايه يا خالد؟ انا خدت شقه مفروشه على فكره. سام قالت لي ان انت سبت السكن معاها. بس بيني وبينك مش طايقاها، طلعت مقلب. والله وانا كمان مش طايق الشقه بتاعتي، كارهها. بقول لك ايه، ما تيجي ناخد مكان نعيش فيه ونجيب لك شقه جنبينا عشان نبقى سند. والله فكره، دي فكره هايله كمان، عشان نبقى كده كلنا جنب بعض وما نقعدش ندور على بعض. لو عاوزين نعمل اي حاجه يعني محدش يركز معانا. طب بعد اذنكم يا جماعه، سهام انت رايحه فين؟ انا بقول القعده كده بقت الطف. استنى يا سام انا جاي معاك. حابه تيجي دلوقتي؟ يا سلام، لايقين على بعض جدا. مين اللي لاقيين على بعض؟ هم. عليه النعمه، الواد ده بيفكرني بخالي المقات عندنا في الغيط. لزقت ما بحبوش. انت عارف اي واحد هيتجوز البنت سام دي هيطلقها بسبب الواد ده. ربنا ينتقم منه. يا رب. سهام يلا عشان نلحق معانا النبي. طب يلا سلام يا شباب. سلام. سهام، ايه المساخه اللي انت عملتها امبارح دي؟ كيف تسيبني وتمشي؟ ابدا يعني سبتك توشوش الست دينا بتاعتك. لا طب بالله العظيم انت عبيط. يا بنت دي واحد صاحبي. لا 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 بصراحه يا خالد انا اتفاجئت. يعني ايه تبقى سهام واقفه معاك وتعمل الحركه دي؟ خليك محضر خير. ما تزعليش مني، انا اسف. طيب عشان خاطر عماد يعني انسى الموضوع ده خالص. عشان خاطر عماد بس؟ طب رايحين فين بقى؟ عندنا ندوه شعريه. بقول لك ايه، يلا بينا عشان نلحق ميعاد الندوه. اللت والعجن ده مش هينفع. استنى يا سام. طب قولي لي الندوه دي فين وامتى؟
انا بس عندي كم مشوار كده، عشان بحاول اخد شقه انا والعيال صحابي، عشان عايز اذاكر والتزم عشان اكون عند حسن ظن. بجد؟ بجد لو بدأت تفكر بالطريقة دي يبقى انت خالد اللي انا عايزه اعرفه. بجد يا سام؟ ايه يا ابني انت لازقه؟ يلا. تنسيش بقى اللي اتفقنا عليه، ها؟ الايه البرفيوم؟ بص انت تاني ايه بس يا لؤي؟ اللي اتفقنا عليه بقى يا ماجي، مش عايزين نضيع وقت. افكر بس بمزاجي. كل حاجه هتبقى بمزاجك، مفيش حاجه هتبقى غصب عنك. خلاص يبقى كده اتفقنا. ماشي يا قمر. باي باي. باي. بس اهم حاجه انها تكون شقه كبيره وواسعه وتكون قريبه من الجامعه. يا عم قريبه من الجامعه بعيده من الجامعه، ما احنا كل يوم بنيجي من اخر بلاد المسلمين. انتوا بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم في حوار اننا ناخد شقه مع بعض، ومنها ناخد فيها الفلوس، ومنها نبقى مع بعضين. وعلى فكره ماجد هيجي يقعد معانا. كويسه الفكره دي، اعملوا حسابكم ان انا هبقى معاكم. ايه؟ تقعد معانا ليه؟ هتسيب بيت امك ليه يا ابن الاكابر؟ هي اخو امي عايزه تتجوز، وانا بصراحه مش عايز اعيش مع جوز امي. خلاص يا عم ما تشيلش هم، ما تضايقش نفسك، هات امك وجوز امك يقعدوا معانا ونروح نتعود هناك. يا سلام يا خفيف. وبعدين يا عم هتبقى ممكن نحط فيها فلوسنا وحاجات. بس لازم بقى تنقوا شقه شيك، مش زي الشقه اللي كان قاعد فيها الاستاذ خالد. تلم نفسك يا جدع، انت عشان امك تتجوز عملت بجح. بس يا عم انت وهو بقى، احنا كل مره نتخانق. بص احنا لازم نسكن في عماره واحده مع بعض. وعلى فكره دينا عايزه تسيب الشقه اللي هي خدتها الجديده، زهقت منها وهتبقى تحت عينينا، ناخد لها شقه في نفس العماره. ولو عايزين تظبطوا الكلام على حق ويبقى كلام اصلي، نهبق انا وخالد على طول ونظبط معاك كلام ونهي اقرب من كرداسه. ها حسب يا بغل. ازيك يا حاج مهدي؟ اهلا وسهلا. انا همشي من الشقه بتاعتك الليله. الله 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 الله، ليه بس كده؟ في حد ضايقك؟ لا ما حدش ضايقني ولا حاجه، بس انا لقيت مطرح قريب من الجامعه ومطرح اكبر من مكانك شويه. طب لو كان كلامي ضايقك ما تزعلش، انا زي اخوك الكبير. يا عم ما ضايقنيش ولا حاجه، انا عايز امشي، عايز ال5 شهور اللي عندك عشان امشي. طيب بس اصل انت فاجئتني. وانا جاي اطلب ايد بنتك، ايه فاجئتك بايه؟ انا عايز ال5 شهور اللي عندك عشان امشي اديهم للراجل بتاع الشقه الجديد. طيب بس اما ارجع من الصلاه. صلاه ايه؟ مفيش موعد صلاه دلوقتي، انا عايز الفلوس بتاعتي اللي صور قتيل هنا. طيب لو عايز تقعد وتدفع الايجار بالشهر. يا عم انا معيش ادفع بالزفت، انا عايز فلوسي دلوقتي. طب خلاص انت بتزعل ليه؟ ما تزعقش، تعال خد فلوسك. انت راجل غريب. انت حاجه مش ممكن. الله يرحمك يابا. يا دي النهار لخبط. خالد، ايه ده انت مسافر ولا ايه؟ مسافر. مسافر؟ هتغيب كام يوم؟ قولي كام سنه كام قرن، انا مسافر على طول. يا حزني مسافر على طول؟ ليه وانت مش مرتاح ولا ايه؟ الشقه ريحه تقيل عليا. راح تجيل، اخصى عليك ويهون عليك العشرة والعيش والملح وبلبل. بلبل مين؟ انا نبيلة، ما هم بيدلعوني ويسموني بلبل. طب يا ست وانا داخل ايه، يدلعوكي ولا يدفنوكي؟ انا داخل ايه في القصه دي؟ طب مش يمكن حد من الاوباش اللي ساكنين في العمارة مضايقك؟ انا نط في كرشه على طول، انا اتفاهم معاه. يا ست انا اللي هيضايقني هقطع خبره على طول، مش هجيلك. يلا في رعايه الله، اشوف وشك على خير. خليك هنا خليك وبلاش تسافر.